حوار مع الذات المستقبلية، تقفل عينيك، تاخد نفس عميق، الدنيا حواليك تهدى شوية، ولما تفتح عينيك تاني تلاقي نفسك قاعد قدام شخص عجوز بيبصلك بنظرة غريبة، ملامحه زيك بالظبط بس السنين أثرت فيه قوي. ده أنت بعد 30 سنة من دلوقتي. بتسأله بصوت متردد: احكيلي، إيه اللي حصل؟ إحنا كنا مخططين نحقق أحلامنا، مش كده؟ فين الأحلام دي دلوقتي؟ إيه السبب اللي وقفنا؟ إيه القرارات الغلط اللي خدناها؟ وليه؟ ليه الحياة صعبة معاك كده لحد دلوقتي؟ بيتنهد ويبص بعيد قبل ما يرد. شخصيتك المستقبلية بترد: أنا ما كنتش بخاطر ولا بجازف. كل مرة كان قدامي قرار كنت بفكر لحد ما اختار الطريق الأمان. كنت دايما بقول لازم أخد الخطوة الصح، حتى لو مرة واحدة بس في العمر كافية. بس دلوقتي وأنا بتكلم معاك فاكر إيه اللي اتعلمته؟ القرار الصعب مش دايما هو الأصح. اوعى أبدا تاخد قرارك بناء على عاطفتك ورغبتك قبل ما عقلك يحسب الحسبة صح. الناس بتقولك اسمع قلبك، بس أنا سمعت عقلي كتير وضيعت وقت كتير بحسب واحسب، والزمن ما بيستناش حد. وبالنسبة لأصحابي اللي كنت واثق فيهم أكتر من نفسي كلهم خذلوني. كنت متخيلهم إخواتي أثق فيهم زي ما بثق في نفسي، بس الحقيقة اللي اتعلمتها بالطريقة الصعبة: محدش أخوك غير اللي جابته أمك. الباقي كله علاقات بتتغير مع الظروف. اوعى تتخدع في الناس زي ما اتخدعت أنا، ومتعملش زي ما عملت وتستنى نتيجة مختلفة. ده جنون. الحياة تجارب يا صاحبي، ولازم تجازف، لازم تطلع بره المنطقة اللي انت مرتاح فيها. يا ريت بس يرجع بيا الزمن يوم واحد كنت عملت وعملت. ما كنتش قعدت أحسب وأخاف وأجل. صوته بيتهدك شوية وهو بيكمل: بص لحالي دلوقتي، مش عايز انك توصل للحتة دي وانت نادم. مش عايزك بعد سنين تقعد قدام نسخة منك وتقوله نفس الكلام. لحظة صمت طويلة، نظرة بينكم الاتنين تقول كل حاجة محتاجة تتقال. فجأة تفوق مرتبك. ايه ده؟ دي كانت لحظة بس، ثواني معدودة. انا لسه في الماضي وكل ده كان خيال، كان تحذير مني لنفسي. بس الحمد لله اني لسه هنا، لسه قدامي فرصة تانية، وقت لسه في ايدي اقدر فيه اخد القرار الصح من دلوقتي.